أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بيقابل أي حد بيشتغل بأركس جي اس، الهاير اوردر مابينج اوبريتورز. أيوة، الأربعة الكبار دول مش مجرد أدوات. دول هم اللي هيدونا القوة إننا نتحكم في أي عملية اسينكرونس بشكل احترافي جدا. فيلا بينا نشوف إزاي. طيب، خلونا نتخيل سيناريو كلنا عشناه. اليوزر متحمس قوي وبيفضل يدوس على زرار ورا بعض، كليك كليك كليك، اسرع بكتير من الابليكيشن ما هو قادر يستجيب. يا ترى ايه اللي بيحصل في الكواليس؟ ايه اللي بيحصل في الكود بتاعنا في اللحظة دي؟ اللي بيحصل ده هو اللي بنسميه الريس كونديشن، وده حرفيا كابوس اي فرونت اند ديفلوبر. فجأة تلاقي العمليات اللي المفروض تمشي بالترتيب بقت بتتسابق مع بعض وبتخلص بشكل عشوائي تماما، والنتيجة لخبطة ومشاكل ضخمة في الستيت بتاع الابليكيشن بتاعنا. زمان بقى قبل ما الدنيا تتطور كنا بنحاول نحل المشكلة دي بطرق مش لطيفة قوي، والنتيجة كانت دايما واحدة: كود مليان نستد سبسكرايبز جوه بعض، اللي هو الانتي باترن الشهير. الكود بيبقى شبه المكرونة الاسباجيتي، معقد وصعب جدا ان حد يفهمه او حتى يعدل فيه بعدين. لكن هنا بقى بيجي دور RxJS عشان ينقذ الموقف بحل عبقري. الحل ده عبارة عن 4 عمالقة، 4 operators، كل واحد فيهم بيمثل استراتيجية مختلفة تماما لإدارة الوقت والكونكرنسي. ركزوا في كلمة استراتيجية دي، الموضوع أكبر من مجرد كود، دي طرق تفكير للتحكم في تدفق الداتا والأحداث. أول استراتيجية معانا هي الانتظار في الطابور، أو زي ما بنسميه في الكود الكانكات ماب. الكونكات ماب ده راجل محترم وبيمشي بالدور. فكرته بسيطة قوي، بياخد كل طلب يحوله لأوبزرفبل وينفذه، بس مش بيبص على الطلب اللي بعده غير لما الأولاني يخلص تماما. واحد يخلص اللي وراه يدخل، بالظبط زي الطابور. عشان الصورة تبقى أوضح، تخيل إن الطلب الأول أو ريكوست A وصل الابليكيشن ياخده وينفذه من الألف للياء، وفي الوقت ده ريكوست B واقف على جنب مستني دوره بمنتهى الصبر. وأول ما ريكوست A يخلص، ساعتها بس الابليكيشن يقول لريكوست B اتفضل دورك جه. هنا الترتيب هو أهم حاجة. أحسن تشبيه ليها هو طابور الصيدلية. كل عميل بيجي بيقف في دوره وياخد طلبه بالترتيب اللي وصل بيه بالظبط. مستحيل حد ياخد دور حد تاني. النظام هنا هو أساس كل حاجة. طيب، امتى نستخدم الكلام ده؟ الكونكات ماب مثالي جدا في الحالات اللي الترتيب فيها حياة أو موت، زي مثلا الاوتو سيفنج في فورم، لازم كل تغيير يتسجل بالترتيب، أو لما يكون عندنا مجموعة API requests ورا بعض وكل واحد بيعتمد على نتيجة اللي قبله. باختصار، أي عملية رايت أو كتابة بيانات لازم الفاينل ستيت يعكس الترتيب اللي حصل بالظبط. تمام. نروح بقى للاستراتيجية التانية، ودي عكس الأولى تماما: الإلغاء والتبديل أو السويتش ماب. هنا بقى اللعب بيتغير خالص. السويتش ماب بياخد الطلب الجديد ويشغله، بس في اللحظه اللي بيوصل فيها طلب احدث منه بيعمل ايه؟ بيرمي الطلب القديم في الزباله على طول، بيكنسله فورا. القديم خلاص ما بقاش يهمنا. أوضح مثال للموضوع ده هو السيرش بار. اليوزر كتب انجلر، فالريكوست راح للسيرفر. لسه الريكوست ده ما رجعش، راح اليوزر مكمل كتابة وبقت انجلر RxJS. في اللحظة دي بالظبط السويتش ماب بيكنسل الطلب الأولاني بتاع انجلر وبيبعت الطلب الجديد. ليه؟ لأننا مهتمين بس بآخر حاجة اليوزر كتبها. وتشبيه المطار هنا عبقري فعلا. تخيل عمال الشنط في المطار، أول ما طيارة جديدة تهبط هم بيركزوا كل مجهودهم على شنط الطيارة دي، وبيسيبوا اللي كانوا بيعملوه في الطيارة اللي قبلها. التركيز دايما على أحدث وصول. يبقى ده استخدامه المثالي فين؟ أكيد في السيرش بارز والأوتو كومبليت، وكمان لما بنتعامل مع تغييرات الراوت بارامترز. القاعدة بسيطة: أي عملية ريد أو قراءة بيانات اللي يهمنا فيها هو أحدث نتيجة وبس، الباقي مش مهم. نيجي للاستراتيجية الثالثة، وهنا الموضوع بيبقى فوضوي شوية: استراتيجية الكل في نفس الوقت أو الميرج ماب. الميرج ماب ده ما عندوش وقت يضيعه. أي طلب بيجيله بيشغله فوراً في نفس اللحظة من غير ما يستنى أي حد. فممكن تلاقي عندك 5 أو 10 ريكويستس شغالين مع بعض في نفس الوقت بالتوازي، والترتيب مش مهم خالص هنا. تخيلوا معايا ان اليوزر اختار 5 صور عشان يمسحهم مرة واحدة. لو استخدمنا ميرج ماب في نفس اللحظة اللي اليوزر داس فيها ديليت، هيطلع 5 API requests مع بعض، كل واحد ماسك صورة. مش هنستنى الأولاني يخلص عشان نبعت التاني، لا، كله بيترمي على السيرفر في نفس اللحظة، واللي يخلص الأول أهلا دي. يعني ممكن نلخصها في جملة واحدة: الموضوع أشبه بالسباق المفتوح، مش مهم مين يوصل الأول، المهم إن كله يجري في نفس الوقت. يبقى نستخدمه امتى؟ لما يكون عندنا عمليات كتير ومستقلة عن بعض ومحتاجين نخلصها بسرعة، زي البالك ديليتس اللي قلنا عليها، أو مثلا لما بنسجل أحداث زي الكليكس بتاعت اليوزر، كل كليك لازم تتسجل ومنفعش نكنسلها. يعني أي سيناريو محتاجين فيه نشغل حاجات كتير بالتوازي ومش فارق معانا الترتيب. ونوصل لآخر استراتيجية معانا، استراتيجية التجاهل التام اللي هي exhaust map.
الاكزوست ماب ده عامل زي الموظف المركز جدا في شغله، بياخد أول تاسك تجيله ويبدأ فيها، وطول ما هو شغال في التاسك دي أي تاسك جديدة بتتحط على مكتبه بيرميها في الزبالة من غير حتى ما يبص عليها. مش هيستقبل أي حاجة جديدة غير لما يخلص اللي في إيده تماما. والمثال الكلاسيكي هنا هو زرار السبميت. اليوزر داس عليه مرة فالريكوست راح للسيرفر، بس اليوزر ده صوابعه بتاكله، فضل يدوس على الزرار 5-6 مرات ورا بعض. الاكزوست ماب هنا دوره انه ياخد اول دوسة بس، وكل الدوسات اللي بعدها دي ولا كأنها حصلت، هيتجاهلها تماما لحد ما الريكوست الاولاني يخلص ويرجع بريسبونس. أحسن تشبيه ليها هو الباريستا في كافيه زحمة. لو طلبت منه قهوة وهو لسه بيعملها وجيت تطلب حاجة تانية، هو حرفيا مش هيسمعك، هيتجاهلك تماما لحد ما يسلمك فنجان القهوة بتاعك. ده بالظبط اللي بيعمله الاكزوست ماب. وده طبعا مهم جدا وحيوي في أزرار معينة زي زرار اللوجن أو ادفع الآن. مش عايزين اليوزر يدفع مرتين بالغلط. أي أكشن المفروض يتنفذ مرة واحدة بس وما يتكررش طول ما هو شغال، الاكزوست ماب هو الحل. بيحمينا من الريكويستس المتكررة وبيحافظ على مواردنا. طيب كده احنا شفنا الأربعة الكبار. السؤال الأهم دلوقتي إزاي نختار الأوبريتور الصح في الموقف الصح؟ خلونا نلخصهم في دليل سريع. بصوا على الجدول ده الملخص المفيد. لو عايز تلغي القديم وتاخد الجديد بس زي عمليات البحث يبقى سويتش ماب. لو الترتيب هو أهم حاجة ولازم تمشي بالدور زي عمليات الحفظ يبقى كونكات ماب. لو عايز تشغل كله مع بعضه بالتوازي ومش فارق معاك الترتيب زي الحذف الجماعي يبقى ميرج ماب. وأخيرا لو عايز تتجاهل أي طلب جديد طول ما في واحد شغال زي أزرار الدفع والسبميت يبقى اكزوست ماب. وممكن نعملها كأنها ديسيشن تري. اسأل نفسك، هل الطلب الجديد بيلغي أهمية القديم؟ لو الإجابة يبقى سويتش ماب. طيب هل ترتيب تنفيذ العمليات مهم جدا؟ لو يبقى كونكات ماب. طيب هل المفروض أتجاهل أي طلبات جديدة طول ما في عملية شغالة؟ لو يبقى اكزوست ماب. لو ولا حاجة من دول ومحتاج تشغل كله مع بعضه يبقى مالكش غير ميرج ماب. بسيطة صح؟ لما تتقنوا الأربعة دول وتعرفوا إمتى تستخدموا كل واحد فيهم، صدقوني انتوا كده مش بس بتكتبوا كود أحسن، انتوا بتتحكموا في الزمن نفسه جوه الابليكيشن، بتتحكموا في تدفق الأحداث والبيانات بشكل كامل. والسؤال اللي هسيبه لكم دلوقتي بعد ما أصبح عندكم القدرة دي على التحكم في الزمن، يا ترى هتبنوا بيه إيه؟